على الجهة الهجومية لفريق الفتح الرباطي، هنا التسديد الله عن طريق اللعب أيوب نناح، سدد هاته المستديرة وكان قريبا من إعادة الكفة. أيوب نناح رقم 8 يسدد ويصوب، والكرة مرت قريبة وجانبية على حارس مرمى اتحاد العاصمة الجزائري أسامة بن بوطة. أيوب نناح الرقم 8 حاول في هذه الكرة والمستديرة عند الدقيقة ونصف ما بعد 45. أسامة بن بوط يتأهب لتسديد ركلة مرمى، وبعد ذلك الحكم الليبي محمد مبروك سوف يعلن على نهاية الجولة الأولى بتأخر الفتح الرباطي أمام اتحاد العاصمة هدف مقابل 0 من رأسية بالعيد زين الدين من الركنية. بعد ذلك اتحاد الجزائر هو الذي من تقدم في الجولة الأولى أمام الفتح الرباطي.